السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين عودنا وياكم في برنامج شخصية من مدينتي. حلقتنا اليوم راح تكون مع شخصية عريقة تجار العشائر. حلقتنا اليوم راح تكون مع الشيخ أبو ياسر الشماطي، والمعروف بالشيخ عامر غايب الدحام الشماطي. حياكم الله شيخنا في برنامج شخصية من مدينتي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبقناة الصويرة، والأخ مسؤول قناة الصويرة أبو عباس وأحمد الخطاجي. أهلا وسهلا بكم مدينتكم ومضيفكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يحفظكم شيخنا. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في برنامج شخصية من مدينتي. العبيد ثقال السادع قالب مضيفك يا وطن شمعة التميم سباع يرج في القاع زبيد بساعة الفزعة. العبيد ثقال السادع قالب مضيفك يا وطن شمعة ما حد يطفيها ما حد يطفيها. احرش ومن يطف احرش ومن يطف سواع السيف بالساعد بن سعيد العرق شاهد رباعي ما يهاب القوم وبن سراي دكفايه عبوده وبالعرق شرسين الركاب افعاله كان رايه. تيميم سباع يرج بالقاع زبيد بساعه الفزعه. أعزائي المشاهدين، عودنا وياكم في برنامج شخصية من مدينتي. شيخنا اليوم نتكلم عن ظاهرة، وهي ظاهرة الأكل في مجالس العزاء. صفتك شيخنا أنت على التواصل مع جميع العشائر والأمراء محافظة واسط وقضاء الصويرة. شيخنا نتحدث عن هذه الظاهرة من خلال جنابك في الكلام من عندك توصل للسادة المشاهدين أو لكل المشاهدين. حقيقة هاي الظاهرة مال الأكل بالفواتح احنا اتفقت كل عشائر الصويرة وعلى رأسهم الأمير معد جاسم مصر السمرمد أمير قبائل زبيل وكل العشائر. نعم. حقيقة يعني كل العشائر جاء تحذو حدا هذا الموضوع مال نقد الأكل في الفواتح، لأنه أبو الفاتحة يعني هو مثل ما يقول هم ميت وهم هجام ميت. أولا هو عنده ميت، اثنين الناس تبكي منه والناس تاكل منه، فهذا ما يصير. حقيقة هذا منبوذ بموضوع الأكل بالفواتح إطلاقا. كل عشائر واسط، احنا عشائر واسط بيها ثلاث امارات. نعم. امير زبيد بالصويره، وشيخ شمر بالحفريه، وامير ربيعه بالكوت. نعم. فحقيقه هذا الموضوع احنا اكو عندنا التزام عشائري، والتبليغ الصدر من هاي العشائر انه الاكل بالفواتح غير محبوب بالاكل. نعم. بالفواتح، وبالاضافه الى المرجعيه. نعم. المرجعيه جاء تقول الاكل بالفواتح مكروه نعم. وغير محبوب. فحقيقه طبقت كل عشائرنا. اكو بيها بعض العشائر هسه جالسه تسوي اكل، لكنه لا، هسه هاي الفتره انه شدت حزمها العشائر على انه الاكل بالفواتح مرفوض رفضا قاطعا. والفاتحه هي الفاتحه يوم واحد. نعم. احنا قبل يومين اعلنوا عشيره ال شحيش اكل بالفواتح ماكو، الفاتحه سووها بعد الظهر، يوم واحد بعد الظهر. ولكن احنا تدري هنا يعني احنا هنا موقف عشائري وتجمع عشائري في الصويرة وكل الأقضية والنواحي في محافظة واسط. ولكن بس العصر ما نلحق، احنا سويناها. نعم. سووها بس العصر تجربة، لكنه ما تلحق بس العصر. سويناها صبح وعصر لل11، الفاتحة تنتهي بال11 11 ونص، كل من يروح لأهله. أكل ماكو، تجي الساعة بالثنتين للثنتين قبل الأذان هماتين كل من يروح لأهله. فالاكل ماكو. يجي المعزي عزاء، انا اقول لك بس اللي يجينا من مناطق بعيده من محافظات اخرى، لا، هاي قلوبنا وعيوننا وبيوتنا مفتوحه إلك. والا هنا المناطق لا، موضوع الاكل هذا ان شاء الله اطلاقا. احسنتم شيخنا.
الله يخليك. شيخنا بعض الاخوان في مجالس العزاء مثل هو مو صاحب العزاء بس قريب عليهم يحب يتباهى ويحب يحكي بالكرم وهاي، يعني يصير شيخنا اليوم هاي الظاهره يطبقها. احنا الكرم العراقيين معروفين عن احسن الكرم. شيخنا العراقيين بس مو حقيقة بفوات العزاء، احنا الكرم معروفين به، احنا مضيفنا مفتوح. العراقيين معروفين بالكرم. نعم. ولكن مو موضوع هذا العزاء، هذا العزاء اكو جزء انا عندي اسوي اكل اسوي كذا، لكنه الفقير يطيح بها الفقير اللي ما عنده، فاحنا لازم نراعي الجهتين، اللي عنده انه ما يسوي راعي الفقير، لانه الفقير منين يجيبه؟ هسه تدري انت هسه في هذا الظرف السوق غالي. نعم. يعني كيلو لحم ب 20,000 دينار. يعني هاي انت لما تسوي مناسبه وفاتحه وتسوي كل اللي موجودين تسوي لهم اكل، يعني راد لك يعني فد 200 300 كيلو لحم، وشنو هلا المصاريف هذا النبوه فوق ميته فوق النبوه. فهذه منبوذه اطلاقا مال الاكل بالفواتح. من عشيرتي انا بلغتهم تبليغ رسمي ولا كل العشائر. والنعم منا شيخنا. الله يحفظك. شيخنا اذا نتكلم عن ظاهره ثانيه وهي ظاهره الذهاب للنجف بالجنازه، نشوف يصير تجمع كلش كبير والذهاب للنجف، بس بهاي صارت عندنا عده حالات من الوفاه، والدليل نحب نذكرها من خلال اذاعه التلفزيون صور حاله مال جبله اللي صارت من بحي سراي، فعلا. فادت الى وفاه 3 اشخاص وغيرها من حالات شيخنا، فاذا تحدث لنا عن هذا الموضوع. احنا موضوع الحرازه مسولفينه قبل هذا الوقت، انه يابا موضوع الحرازه ما في داعي، لانه اللي يروح حراز يجي هنا يوقف بالفاتحه او يدي واجب. هسه احنا العشيره كعشيره لابو الميت ندي واجب بس العشيره بس. نعم. مساعده لاهل الميت. زين انت تروح حراز وتجي هنا تدي واجب، فايش قد ردنا نرفض انه الحرازه ما حد يروح، بس مرات اكو يصير بها تعارض. نعم. بالموضوع على ابو انه انا عمامي اذا ما يروحون وياي وهذه يقفون صح. وياي، يابا ما يخالف عمامك الخاصين خلي يروحون وياك حراز. اي نعم شيخ. لكن مو كل العشيره، مو كل العشيره، لانه هذه ادت الى حوادث. عندنا بالصوير راحوا حرازه منا وضربت السياره هنا غادي من جبله واحترقت السياره وما فيها. حقيقه انه صار فصل، صارت مصيبه مصيبتي. نعم. فاحنا نرفض هاي الموضوع الظاهره مال الحرازه. عمام المقربين الخصوصيين لا يروحون وياه يساعدونه كذلك. تدري هذا ابو الجنازه لما يروحون ويا عمامه يشيلون من عنده من بعض الهم بعض الكذا يقفون ويا عمامه، لكن مو كل العشيره. احنا الوقفه بالجامع او بالفاتحه افضل ما يروحون ويا حراز. صح. وان شاء الله هذه اماتين تكون تنفذ من كافه عشائر. الله يحفظكم. شيخنا كجهه اعلاميه تجينا مناشدات دائما، فيوم من خلال جنابك تعاونكم جانب العشائر عن هذه القضيه، وان شاء الله توصل رسالتكم للاخوه المشاهدين. ان شاء الله ان شاء الله. هاي احنا دائما نقعد، احنا كل جمعه نقعد بمضيف امير الزبيد. نعم. اكو لقاء بمضيف امير الزبيد كل العشائر المضيف، ودائما احنا نتحدث بهذا الموضوع ويعطينا توجيهات الامير معهد السمربد بخصوص الفواتح بخصوص الإحراز بخصوص، ان شاء الله في تطبيق يوم عن يوم على هذا الموضوع. الله يحفظكم. تحياتنا الى الامير معد مزهر، وان شاء الله راح يتغير هاي الحاله. ان شاء الله. محافظه واسط عامه ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. الله يحفظك شيخنا. شيخنا نتكلم عن حاله مثل حالات الرمي بالجنازه في الصيف، فايضا نتكلم عليها من خلال جنابك. احنا هذا الرمي مو بس بالجنازه. نعم. بكل المناسبات. افراح والاحزان. اي يصير عنده عريس يقوم يطلع على شاشته يضرب. جاء يصير مولود. عنده جنازه يصير عنده صار فوز مال طوبه يعني. وهاي الناس الابرياء هواي اكو صارت حوادث من هذا الموضوع. هسه احنا قبل الناس لما يشيل تفقه اما يرمي تباهى بالرمي ماله. صح. لكن هسه صار العكس، اذا واحد يرمي يقومون يضحكون عليه انه يشوف هذا رمي وكذا. فالشغله هي منبوذه اطلاقا، والدوله جات تحارب. هسه عن الدوله بلغوا كل الشيوخ العشائر اللي يضرب من عشيرته واحد يبلغ عنه، واذا ما بلغ عنه هم يجون يلقون عليه امر القبض وما حد يتوسط له، لانه هذا شيء منبوذ اطلاقا من الدوله ومن المرجعيه ومن العشائر. المرجعيه ايضا هي المرجعيه هي تحدثت بالنسبه للرمي الاطلاقات. نعم. لانه هواي ذاك اليوم واحد هاي مال لعبه الطوبه قاموا يضربوا اطلاقات وجت طلقه طايشه وخطيه وفت الى حياه. الله يحفظك شيخنا. وان شاء الله هذني المواضيع الشيوخ العشائر هم مهتمين إن شاء بهم. الله.
وان شاء الله هذني كلهن طبقت بحول الله وقوته. الله يحفظكم شيخنا. من خلال جنابكم ان شاء الله الشيوخ العشائر ومدينة الصويرة معروفة يعني بالمشايخها والعالم حازتها على هذا الشيء. فان شاء الله هاي مسألة طبيعية وسهلة عليهم ان شاء الله. التزام عشائر لانه اكو قانون واكو دستور. احنا اكو دستور عشائري مطبقينه واللي نفذوه امير زبيد وامير شمار وامير ربيع. نعم. فكل عشائر واصل تمشي على هذا القانون. نعم. قانون بالنسبه للفصول، الفصول اكو عندنا المرجعيه حشت عن الفصل على الفضه. نعم. ولكن احنا نطلق هذا موضوع المرجعيه، ولكن احنا اكو شو اسمه سناين نعم. عشائريه، يعني يصير فصل المرجعيه مثلا على الفضه يصير بال 30 35، لكن احنا نراعي الناس اللي ما عنده، لانه اذا ما اندفع الفصل ال 30 او ال 35 راح تعيد نفس المشكله. فاحنا عندنا قانون عشائري، عرف عشائري، الفصل 15 مليون القضاء والقدر، والقتل العمد 30 مليون. الله يحفظكم شيخنا. الله يخليك. شيخنا احنا من خلال المجالس مال المشايخ عندما تصير او القيادات العشائريه لما يجون مثلا الضيوف من باقي المحافظات يقول الشيخ يقول هنا مش على سنان زبيد او على ديره واسط يعني. فعلا. قوانينها محافظين عليها الحمد لله. قوانين بواسط بكل عشائرها. الله يحفظكم. هم محافظين على هذه القوانين لانه اليوم يمني باكر يمني، ما بها كل مجال. اي والحمد لله والشكر انه اكو التزام عشائري بواسط، التزام قوي. الله يحفظك شيخ. الله يخليك. شيخنا رساله تحب توجهها للساده المشاهدين؟ والله هذا احنا من خلال قناتكم الموقرة احنا بنوجه رسالة لكل عشائرنا. نعم. انه موضوع الاكل هذا يلغي. موضوع الاكل بالفواتح هذا يلغي، والاطلاقات مثل ما قالت المرجعية والدولة والعشائر انه هذا الموضوع الاطلاقات، لانه ما بي معنى موضوع ضرب الاطلاقات لانه يؤدي بحياة الناس اللي غافلة ما لهم ولا لا ذنب ولا. وان شاء الله هذه كلها يطبقونها عشائرنا وولدنا، ومدينة الصويرة اكو التزام عشائري والتزام اخلاقي، وان شاء الله هاي كلها تطبق. الله يحفظكم شيخنا. الله يخليك. شيخنا مبتدئين منك على احسن ضيافه. الله يبارك فيك، كل الهلا بيكم ومرحبا. شيخنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الله يحفظك شيخنا. اعزائي المشاهدين، الى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم مع الشيخ ابو ياسر شمال. ترقبونا في حلقات قادمه ان شاء الله.